بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل لعباده الصالحين مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح وأمد في آجالهم فهم بين غاد للخير وراح، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خوشكو برايت ريزدار بينرو بسرمانة هجا خوش تفي هرجي هيكين لبن ريز صلابة مقابل بكنش خلي تعالى تخازن أو إيمانا مقايم كتن وقلنا هيد مبغفلين تن موسمة خيري وباشيف رزق مهمي بكتن وعمري ما اتعفو عافيتي لدريش كتن كوام قالك عمل صالح وقدنت باش كيارت باش بكين آمين. خوش كبرات عزيز بيرما الحديثة بيغمبري بتبا أو إمام الترمذي وابن ماجه روايتكن ورسول خدي صلى الله عليه وسلم بحسي عمرت بي أمتي كرينا كعمري وانا برنبر عمرت أمتي بريما جلكي كيما، فإن أعمار هذه الأمة هي أقصر أعمارا من الأمم السابقة. أمتي بريما كم ساكني وبخينين 1000 صال 100 صال 200 صال 500 صال عمرت برن فترش 1000 صالة اللي عمرت أمتها ما بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيجد أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، يعني عمرت أمتها من جيوانا ما بين شيستي بحفتية كيما كنا بن تجاوزت كان شحفتي دبورن. ليه خلي تعالى كرامة قال مكري ومنتا السمدارشتي بمتعويض كريا برنبر أمة البريمة بأعمال الصالح وأفكار كريارت باش أم بكين ادفان موسمة خيريدة عمري مدي بيدريج بتن أنكو أمش دينا مقابلي عمرت أمة البريخو 1000 صال و 2000 صال أجر أموان كارت هني بكين. وكي خذ تعالى بحسي ليلة القدر كريا ليلة القدر خير من 1000 شهر شبكة بتني صال جارك خيرا مقابلي خيرا حشتي وتشتك صالايا 1000 هيبة. إمام رازي رحمة خذلي بتتبيجتن اعلم أن من أحياها فكأنما عبد الله نيفا و80 سنة، ومن أحياها كل سنة فكأنما رزق أعمارا كثيرة. يعني باش بزانا أو كسبي شبهني ساخ تمكرنا عبادتي شبه ليلة القدر هر وجكو في مروبهاني حشتي ونيف صال حشتي وتشتك صال عمر بوراندين ادباشيده حشتي وتشتك صال وهركسك هر صال رابطة قيام الليلة شبه ليلة القدر هر وجكو خلي تعالى قالك عمر برزقي كريل، يعني مثلا قالك 6 صال داينا بيمرو بهني هكما هزرت خبكي مثلا عمريكي بيجنش 15 صالية حتى 7 صالية هر صال راتبة قيام الليل شبه ليلة القدر ده هر صال في خيرها هنا حاصل كتن، يعني 15 صالي حتى 3 صالي حتى 6 صالي حتى 7 صالي كان عمر بريه هر صال ب6 صالة أم 8 صالة دبوي تحسب كرني. اشوان وقت الجلكة مبارك يتير خير وباشي وبركته ده 10 ذي الحجة أبده كتاني كده كت عيدة حاجية هيبة محرمية سي هيبة الديبك محرما كيف ده كده بجا قالك أحاديثه قالك آيات القرآن بحسي فان ده كتاني وفان موسمة خيرتكن شوانا خلت تعالى بسنت خارية والفجر وليال 10. قال ابن كثير رحمه الله المراد بها 10 ذي الحجة. خذ تعالى الفجر سين خار وقتي بو خذ تعالى درست بهمي تشتاسين بخدم بس بو ممروفة ايش غيري خذ تعالى وكلامي بي وصفات توي ونافي توي اسماء توي ناتشبت ام غيري خذ سين بخن ابدا حرامه. بيجي خذ تعالى الفجر سين خار وقتك ببركته وخيره سبيده هي زكا وليال 10 بحسي دهكيت ذي الحجه. وقال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات عندك روجت دس نشانكري يد معلوم وابن عباس رحمه رضي الله عنهما بيجت أيام 10 فان دهكت هني خذ تعالى دايا واكو هنجلك ذكري والشكر بكن. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل من هذه العشر؟ رسول خدا قوتي نينا عملك صالح بتكرني خيرتر وباشتر بتن وأفضل تربتن جوان ده كتهني، يعني أو عمل جوان ده كذا تتكرني شو عمل شو كارد باش ناجهنا جوان ده كتهني. قال ولا الجهاد، قال ولا الجهاد. سيارش پیغمبر خدا ذكرني قلت يا رسول خدا با جهاد، فأنا تقولك من حيث جهادت كي تشجع مسلمانات كي سر جهادي آيات القرآن سر جهادي هاي أري ما كارك تجهد الجهاد يجيك، يعني أفكاري عمل صالح. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر الصلاة في إيكي بتشي دستي إيكي خيرك تقال إيكي بكي سر دانوي بكي زكاة خبدي صدقة بدي دلي إيكي خوش بكي جلقيت عيد بويكي بتكري بتشي حج بتشي عمري وغيري وان تشتتهني رجاء بقري هر عملك صالح يا رسول خدي جهاد، يعني جهاد قالك بخيره عمل صالح دوان ده كتهني ده، يعني الجهاد يجي بخير ترى جهاد نايدا مقابلي بي پیغمبر خدي صلى الله عليه وسلم قلت ولا الجهاد وخد جهاد نايدا مقابلي وان عمل صالح دوان ده كتهني ده إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. ظلامك تنابت يعني مروبك تنابتا برحوا مالي خوبه بجت الجهادي بيتك كشتني ومالي بيج بتن دواري بيتك كشتني شيري بيتش كاندني افمرو بهني خلايبتني مصدر شوي كسي اويدوان ده كتني ده عمل صالح بكتن اگر نه عمل صالح دوان ده كتني ده جلك كم مزنا. والحديث قديده امام طبراني في المعجم الكبير ادبيجتن وعن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمري قال صلى الله عليه وسلم پیغمبر خدا قوتي ما من أيام أعظم عند الله سبحانه ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر. يعني نينا اللي خدا تعالى مصدر هبتن وخشت في ترهبتن عملك بتكرني موسمك دات هندك روجا دات هندك هيوادا خير تلو خشت في تربتن جوان ده كتهني، يعني أفده كتهني خدا تعالى قالك حاجة كتن عمل صالح كارد باشتي ده بينا كرني واللي خدا تعالى قالك مظنن. فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد، يعني قالك جرب خو بجن لا إله إلا الله جوان ده كتهني ده قالك جرب بجن الله أكبر الله أكبر. إمام عمر بجن الله أكبر خير من الدنيا وما فيها. إيك جارت بجن الله أكبر هكا الدنيا خير يتبتون هر تشتكي الدنيا ده أف بيوا جارك بتني تقوتيش همي تشتب خير تلا. والحمد لله حمد خدا تعالى بكم بأزمان خب دلي خب عمل صالح شكرا بكم. وكان سعيد بن جبير إيكش عالمة ما تابعية تابعية بيجتن وهو الذي روى حديث ابن عباس السابق، يعني في حديث بريهن جاء وما إشارة بيداي وعبد الله كري عباس رواية كني راويه سعيد بن جبير بيجتن إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه. رواه الدارمي بإسناد حسن. يعني سعيد قوتي عبد الله كري عباس وصى عمل صالح دفيه هيوا هنيدت وانده كت هنيدت قرت هيوا ذي الحجة ده حتى نزيق بو يعني وقت بيجن بيزار بتن نشتن در حق در كبتن، يعني قالك خد شبلانت خب شولت اخست كرنا عمل صالح دوان ده كتني ده. وهذا الروايات كرنا دي سباجي بيجن لا تطفئوا سروجكم ليالي العشر، يعني كناية عن القراءة والقيام، يعني تشرايت خو قلوبت خو رونهيا خو بشبنا تمرينا بلا هلبن مقصد بي جل قرآن بخينا وربنا نفيج الشبي. إمام ابن حجر العسقلاني خداني فتح البارية شرح إمام البخاري ادبيجتن والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادات في عبادة فيه، يعني يوم ديار بتن وخيران ده كت هني قالك ما ظنش كي أعمالت ما ظنش عبادات بجني أمهات ما كت عبادتها دفان ده كت هني ده جماعة بن، وهي الصلاة
والصيام والصدقة والحج، ولا يأتي ذلك في غيره. يعني أف حجة هني، أف نبيجة، وأف روجية، وأف ذكر هني غيري في موسم دناية إلا إدوان دهكت هني ده بيداد بتن لو ما هنت خيروان مازنا. وابن رجب الحنبلي رحمته خدلي بتن في لطائف المعارف ده بيجتن كتابه معروف: لما كان الله سبحانه قد وضع في نفوس عباده المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام، وليس كل أحد قادرا على مشاهدته كل عام. يعني وقت خدي تعالى بيانو الشوق زيدا يا ديدنا كعبا بيروس وموسم الحج كليا دلت هندك عبدت في خويت صالح ده هندك بتنويري بو أذكرنا حجي ويتواكي ما نشن بتشن إما بتشينا بتن فقيرا، إما نابتونا دا كمان، إما جنكا مثلا محرمنينا يا بزحمته. يعني عندك مشكلتين كنا شبتشيها حجي. فرض على المستطيع الحج مرة واحدة في عمره، يعني تعمري مروفي خدانشيان دا بشتن بشت حجي ريكا تأمين بتن وبارها بن استطاعة بدنها بتن عمري وجارك فرس كلي السار بشت حجي، وجعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين. قال هندي دهكت ذي الحجة وموسمك مشتركة هاو بشا ناف بين ما دايت أمنتشنا حجي وناف بين حجي أجدا. يعني مثلا أو نينوكت خدشناكن ميت خدشناكن برشي خدشناكن بوشي أوان يت موسم حج ده أمجك من يت قربان يا إناي أمجي نينوكت خدشناكين ميت خدشناكين برشي خدشناكين. مثلا أو قالك ذكريت كان شماج هادي خاستني فأكثروا فيهن من التكبير والتحليل والتحميد. أمش قالك جرى تكبيرات بيجين الحمد لله لا إله إلا الله بخو بيجين كاتشوا أوجي تكبيرات بيجين طيبتي لبيكات بيجين. روجي مثلا أو روجي ناقر نجبركو جهة يعني خاصة بكرنا الدعاء وعبادتي وطيبتي ذكري ده بس مش مهاتي خاصني هر نه روجا هشت روجات قال يا نهيك وروجا عرفي أم بقرين قلنا هي دو صلاة روجا عرفي دي جيتشن ساكي كاتشوا أو تشن برات هافن روجا إيكي عيدي ودوية وسية أمجيك حيوانا بات كجين بو خده تعالى وخينة رجين وبخيترين كار روجا عيدي تتكرني ريتنا خينة بو خده تعالى وقربانك حيوانك بكجي. يعني إذن أمجيك وكي حجية هر وجهكو أعمل حجي خده تعالى كرمت قال ما كريا أبت أمنتنا حجي كاتشاوت قال حجياج كريا. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن 10 ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل؟ بسيارك تذكرني وكي بسيارش ابن تيمية هتذكرني كشوام خيرتن دهكت دوماهيكا رمضانه يانج دهكت دسبيكا هيفا ذو الحجة ودهكت حجيانا عن 10 ذي الحجة. فأجاب أيام 10 ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان. روجيت دهكت ذي الحجة بخيرتنش روجيت دهكت دوماهيكا رمضانه هده روجيت دوماهيكا رمضانه يتروجيها. وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي 10 ذي الحجة. بس شبت رمضان يدوماهيكا هرده شبت دوماهيكا شبت وانا بخيرتن شبت دهكت ذي الحجة. يعني إذن روجت دهكت ذي الحجة بخيرتن روجت دهكت دوماهيكا رمضانه. أما الشبت دوماهيكا رمضانه هرده شاف بخيرتن الشبان شبت هني يعني هردو بخيرن هردو جيك تكميلنا بو ايكودو. إذن قال لي خشكو براد عزيز قال لي بينار وقهدارة مدبين انه قل مدبن ما إيمانت أمفان ساعتت هني وفان روجت هني وفان وقتت هني محافظي بكين كرنا عبادتي بخباري زين اش عمري ما يبقدروا قيمات كوش ما نتشتن نفيجت ما وعمل صالح قرتنا روجيا هر خيرك تهبتن قستي وخجنا دا باش دليل سر تقوى مروفي كو خد تعالى قلت ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هر كسكي أو تشتي خدي مزن كري أو مزن راقرة دوان ده كتنه ده خوش قلناه بارزن فتر عبادت خدي بكتن أبني شان تقوى دليتية
وقال تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. خدينا بيت وقتي قربانا بيت كجن شمنت خين ريتني وحيواني وبازي وقتي تسرجت كي بوشتنينا بوشتي وما بوشتي، ولكن يناله التقوى منكم. خديت بيت فان كرنا عبادتي فان حيوانات هني وقتي بيت كجن هن بتر تقوى بكن موسم خيري بخد استغلال كن فرصة بخو ببينن فرصة جلسي ولا تبكرنا عباداتها. الشراب عالم اتخاذي أو توفيق مدة وأبدع عيتفقها بأمدكين بمهمية قبيل بن آمين. اللهم وفقنا إلى عمل الطاعات والفوز بالجنات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.